هذا هو واقع اليمن وحال المواطن اليمني في عهد ما قبل الثورة، حيث عاش شعبنا اليمني في عهد الإمامة البائد في دياجير الظلام والعزلة التامة عن العالم من حوله، وخيم عليه الثالوث الرهيب: الفقر والجهل والمرض، وحرم من أبسط متطلبات الحياة الإنسانية، حيث انعدمت شبكة الطرقات الداخلية والخارجية، فلا مستشفيات أو خدمات طبية تذكر، ولا تعليم، ولا تنمية زراعية أو صناعية، ولا جيش أو أمن يحمي سيادة الوطن وأمن واستقرار المواطن، إلا ما عرفناه من مسميات وتشكيلات عسكرية قليلة العدد يغلب عليها طابع القبيلة والولاء المطلق لنظام الإمامة البائد. هكذا عاش اليمن والإنسان اليمني في عهد ما قبل الثورة، يعاني الكثير والكثير من المآسي والآلام وويلات الظلم والاستغلال والحرمان والاضطهاد. يشاهد الإنسان صورة من أجمل صور الحاضر المشرق والمستقبل الأكثر إشراقا، صورة أمامها يشعر الإنسان بمزيد من السعادة، صورة أمامها يجد الإنسان نفسه ودموعه تترقرق في مآقيه، صورة أمامها تتحشرج الكلمات في حنجرته، وخاصة عندما يشاهد هؤلاء الطلاب والطالبات وهم ملتفون حول علم بلادهم، والذي إليه تشخص أبصارهم وتنتصب احتراما له قاماتهم وترتفع هاماتهم، وهم يهتفون بصوت واحد: أمام هذا المنظر المهيب وأمام هذه الصورة الرائعة الموجودة في كل مدينة وقرية يمنية، وحيث تتواجد المدارس، يقف الإنسان المنصف، الإنسان العاقل، الإنسان القادر على تصور كيف كنا وكيف أصبحنا أمام هذا المنظر المهيب وأمام هذه الصورة الرائعة التي تتكرر صباح وظهر كل يوم. لا بد وأن نسأل أنفسنا: يا ترى كم عدد المدارس في الجمهورية اليمنية؟ كم بلغ عدد الطلاب والطالبات؟ هذه الإحصائيات وهذه الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات كم يحتاجون من الكتب المدرسية؟ كم يحتاجون من المقاعد والفصول الدراسية؟ وسؤال أيضا يفرض نفسه: يا ترى ما هي الأموال التي تنفق من أجلهم؟ وما هي المجهودات الجبارة التي بذلت وتبذل من أجل تعليمهم؟ العلم هو السبيل الأمثل والأوحد للتطور والتقدم في أي شعب من الشعوب.
العلم هو السبيل لبناء العقول المفكرة النيرة التي تنطلق من الحاضر لتصنع المستقبل المشرق الوضاء الناهض. لذلك إذا ما أردنا قياس مستوى ما قطعته الشعوب في مجال التطور وفي مجال التقدم، فأفضل وأهم مجال للقياس هو مجال العلم، فهي واحدة من أهم مؤشرات التنمية في البلد. وفي بلدنا الحبيب الجمهورية اليمنية شهدنا نهضة وتنموية تعليمية شاملة، بل شهدنا توسعا كبيرا في بناء المدارس وفي المشاريع التربوية في مختلف المجالات.